حياتي اتشقلبت رأسا على عقب، زي ما بيقولوا يعني. من كام شهر لما بدأ يجيلي وساوس دينية، يعني وساوس صعبة جدا الصراحة. كنت بنام كل يوم وأنا بدأ على نفسي إن أموت من كتر ما أنا كاره الأفكار دي، وبحس إنها نابعة من جوايا، كأنها بتمثلني، مع إني والله كارهها. كلنا فاكرين ان الوسواس القهري بيجي بشكل واحد، الا وهو ليه علاقه بوسواس القهري اللي ليه علاقه بالنظافه. ان انت تبقى بتغسل ايدك كتير، بتنظف اوضتك كتير، بتتاكد ان الباب مقفول، النور، البوتاجاز، ممكن تتاخر على شغلك بسبب ده، وفاكرين ان هو ده الوسواس القهري. ولكن الحقيقه انه في نوع من انواع الوسواس القهري وهو مؤلم جدا، اسمه وسواس قهري الدين او العقيده. وبيكون من أكتر الحاجات المؤلمة لإنه الشخص بيحس فيه إن هو خسر صلته بربنا سبحانه وتعالى. خليني أفهمكم حاجة مهمة أوي. الوسواس القهري دوره إن هو ينكد على الشخص، فبالتالي أنا هشوف أكتر حاجة، هو هيشوف عندك أكتر حاجة مقدسة، أكتر حاجة أنت بتحبها ويدخل لك فيها. فبالتالي لو أنت أهم حاجة عندك في حياتك إيمانك بربنا ورضاه وإن أنت تدخل الجنة، فهيدخل لك من الحتة دي ويبدأ يسمعك كلام عن ربنا سبحانه وتعالى وعن العقيدة، أنت تبقى كاره نفسك، تبقى يعني بجد تحس إن أنت بتدعي على نفسك، نفسك تموت وما تسمعش الكلام ده. ولله المثل الأعلى، عارف لو حد بيعمل يتكلم على حبيبك بطريقة وحشة طول الوقت فأنت مش طايق نفسك ومش طايقه، ولله المثل الأعلى هي نفس الحاجة. فأنت من كتر حبك في ربنا سبحانه وتعالى بتؤلمك حتى مجرد الأفكار دي. طيب الوسواس القهري اللي ليه علاقة بالدين بيبقى متكون من حاجتين. أول حاجة الوسواس، الأفكار اللي بتيجي بيسموها أفكار intrusive، اقتحامية، بتقتحم حياتك، كأنها كده حاجة بتبقى شديدة قوي، لا كانت على البال ولا على الخطر، وعاملة كده زي عارفين الحرامي لما يدخل كده البيت، هي بتبقى حاجة شبه كده. فبالتالي الأفكار دي ممكن تبقى حاجات شبه الخوف الدائم من إن أنت تكون قُلت حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، أو نطقت مثلًا بكلمة الكفر من غير ما تقصد، خايف طول الوقت إن أنت تكون عملت ذنب معيّن، طول الوقت بتفكّر في عذاب ربنا سبحانه وتعالى، حاسس إن أنت عندك أفكار إن أنت مستحق للعقاب، بتشُك في عقيدتك، يعني تقعد مثلًا مشاعرك أو عقيدتك طول الوقت بتشُك فيها، فبالتالي أنت مؤمن جدًا، بس تقعد تقول ما افترضنا أنا مثلًا ما عنديش اليقين الكفاية، افترضنا لأ أنا محتاج أتعلّم أكتر، أنا محتاج كذا، وهكذا. دي بتكون من الأفكار اللي بتحصل، ولكن بعد كده بيكون في أفعال قهرية، أنت الفكرة اللي بتيجي لك دي بتعمل لك توتر رهيب، تخلّيك عايز تعمل أي حاجة عشان تستريّح وتقلل من القلق واللخبطة اللي أنت حاسس بيها. الأفعال دي ممكن تكون زي إن أنت بتقول أذكار معيّنة، بس أذكار بقى بطريقة، يعني خلّي بالكم، إحنا نعرف منين الفرق ما بين الحاجة العادية إن أنا ممكن يكون جالي فكرة دنيوية، خوف على المستقبل، فأنا استعنت بربنا فده طبيعي جدًا، وإمتى أعرف إنه وسواس قهري؟ لمّا يكون نابع من توتر وقلق، أنا في فكرة جات لي، أنِّبت لي ضميري، حسّستني إن أنا شخص مذنب، أنا مش عارف أعمل إيه، فأنا بقى عمّال باستغفر، ب ب باقرأ قرآن بطريقة كده ورا بعض، باعمل حاجات كده، فبالتالي كل ده باين إنه إيه، هي نابعة من توتُّر معيّن طالع من حضرتك. كمان بيحصل إيه، بتلاقي نَفْسك بتsearch كتير أوي على نَفْس مثلًا الحاجة عشان تعرف الرأي أو الحُكم في الموضوع ده، بتكلّم شيوخ طول الوقت تسأل لو أنت هو أنت كده مسلم، هو أنت كده كفرت، هو أنا كده أشركت بالله، هو أنا وهكذا طبعًا. ده بيحصل كتير أوي، تعيد الصلوات أو تطوّل كتير أوي في الوضوء، وبتلاقي إنه بتخلّص فكرة وبتصاحبها أفعال قهرية، بتروح بعد كده للفكرة اللي بعديها وبتصاحبها أفكار قهرية. الأفكار دي أوقات بتوصل لإنه مثلًا أنت جاي تسجد لربنا سبحانه وتعالى، بتدعي لحد من قرايبك، فأنت وأنت بتدعي فجأة جالك فكرة اقتحامية بتقول لك إن أنت كده سجدت للشخص اللي أنت بتدعي له ومش بتسجد لربنا، فتحس إن أنت مشرك، تدخل الحمام أنت عايز تغتسل منهار، عمّال بتجريف وكأنك بتعيط وبتبكي على آآ دينك اللي راح، حتى لو أنت خلاص من جواك أنا هاغتسل وهاشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، بس أنت عمّال حزين على مثلًا ال20 سنة اللي أنا كنت فيهم مسلم، أنت بالنسبة لك بقى خلاص
هو الإسلام بيجُب ما قبله، بس أنا هافضل حزين على الحاجات اللي حصلت قبل كده. طب يا سُمية، مش المتديّن ما بيتعبش نفسيًا؟ ما حدش قال كده. لمّا سُئل أحد الشيوخ لمّا بيقولوا له يعني إيه حُكم المرض النفسي، قال لهم: "حُكمه إن هو مرض." بس، ما فيش أي حاجة، ما لهاش أي علاقة بحضرتك. دي حاجة out of your control، برّه سيطرتِك، بتاخدي عليها أجر. ممكن تروحي بعد كده إن شاء الله يوم القيامة وتلاقي إن أنتِ أعمالِك ما كانتش جايبة الدرجة دي من الجنة، فأنتِ مش فاهمة إيه اللي حصل. هو كل ألم كنتِ بتتألميه، كل مرّة كنتِ بتنامي بتدعي على نفسِك عشان أنتِ كارهة نفسِك بسبب الأفكار دي، كل مرّة كنتِ بتبكي على دينِك وخوفًا من ربنا سبحانه وتعالى، الحاجات دي يستحيل تضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي نفسِك بقى إن أنتِ بالفردوس الأعلى. يا رب جبتها إزاي؟ ما أنتِ كنتِ بتُثابي على كل ألم. طب هو في أمل يا سُمية؟ في أمل جدًا. كانت بنت بتحكي إنه هي جالها وسواس الدين اللي أنا باحكي لكم عليه، وحاجات ليها علاقة بالعقيدة، وحاجات بقى في الذات الإلهية يعني هي ما تقدرش تتكلم فيها تمامًا، شكوك بقى بأفكار إلحادية بقى وحاجات عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكانت البنت طول الوقت بتكلم شيوخ وبتسأل الناس اللي حواليها، بس هي مش مستريحة، لسه حاسة إن الوساوس دي نابعة من جواها، هي مش مجرد وساوس وخلاص. لحد ما عرفت إن ده وسواس قهري، وإن ناس كتير أوي بتعدّي بنفس اللي هي بتعدّي بيه، وبدأت تاخد الجلسات النفسية والأدوية واتحسنت جدًا. بالعكس هي يمكن قرّبت من ربنا سبحانه وتعالى أكتر بكتير من بعد الوسواس، لإن الوسواس بيخلّينا نعمل العبادة بس نعملها out of إن أنت قلقان، إن أنت خايف. إنما هو في الطبيعي إمتى أعرف الفرق ما بين الدين بجد وما بين وسواس الدين؟ الدين أنا باعمل الحاجة أو الذكر ده حتى لو باعمله كتير ومتكرر، بس أنا باعمله عشان هو بيريحني، عشان هو بيخبط في معنى في قلبي، عشان ده وفقًا لمبادئي، فبالتالي أنا باعمله. إنما مش باعمله علشان أنا قلقان أو عشان أريّح نفسي. فبالتالي أول حاجة أنت محتاج إن أنت تعملها وتكون جواك، تغيّر بس فكرتك عن الوسواس. الوسواس ده ما لهوش أي علاقة، أنت مش مذنب تمامًا، ده عَرَض مرضي فقط لا غير. والنبي صلى الله عليه وسلم لمّا جاله بعض الصحابة، متخيلين باقول لكم الصحابة، جُه له وقالوا له إن هم بيسمعوا أفكار، يعني هو أحسن لهم إن هم يموتوا عن ما يقولوا الحاجات اللي يعني بتيجي لهم. فقال لهم إيه؟ ذاك صريح الإيمان، أو الحمد لله الذي رَدَّ الشيطان إلى الوسوسة. فاتطمن، أنت بطل بجهادك في الوسواس القهري ده، لإنه كتير من الناس ما كانتش تقدر تتحمّل ربع اللي أنت متحمّله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبشّرك ويقول لك: "ذاك صريح الإيمان."